السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله نجيمات الطريقة المسفوية. بالنسبة للمكونات، هنا بالنسبة للدجاج القياس اللي عندكم درت هنا. بالنسبة للعطرية درت شوية ديال السكينجبير والخرقوم والابزار والملحة. هنا درت مطيشة محكوكة، ودرت بصلة محكوكة والثومة محكوكة. غندير هادشي فوق النار حتى يتقلى مزيان. عاد من بعد غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه الحك اولا الطماطم مصبره صافي. وغنزيد الماء هنا غليان، يعني الماء يكون طالق سبوله، الماء غليان صافي. غادي نضيف الربيع مقطع، قزبر المعدنوس صافي. غادي نحرك الخليط وغنسد عليه حتى يطيب داك الدجاج صافي. وغندوزو ان شاء الله نجيمات. بالنسبه هنا النجيمات فدرت ليهم شويه ديال الزيت. غادي نحاول ان بحال نبسسهم، يعني داك الزيت يمشي مع دوك الحبيبات كاملين ديال النجيمات. الدور ديال هاد الزيت هو انه ملي كنطيبو هاد النجيمات كيخليهم لينا مفركين، يعني ما كيجوناش معجنين صافي. كنخلطو مزيان حتى كيدخل داك الزيت مع هاد النجيمات. هنا بالنسبه للنجيمات راني خديت نجيمات صغيورين، ماشي دوك النجيمات تكون فيهم واحد تيكون هما كبارين وفيهم ديك التقيبه الوسط، ملي كيطيبو كيجيو كبارين بزاف. انا كنفضل هاد النجيمات اللي بحال هكا تكون الحبه ديالهم صغيره صافي. غادي هنا من بعد ما طاب ليا هذاك الدجاج صافي كنرمي النجيمات وكندورهم صافي. كنبقى نحركهم مره مره، كنسد يعني غير كنرد الغطا، ماشي كندير الصفاره وكنسد. المهم كنرد الغطا على الكوكوت باش انها كتعاون داك البخار كيرجع ليها وكيطيبوا النجيمات طيه صافي. كنبقى ندورهم من صافي. هنا راه طابوا. غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال السمن. بالنسبه السمن حتى هو راه ديال الدار، دابا ان شاء الله نحط لكم الفيديو ديالو حتى هو صافي. غادي نخلط واحد التحريكه خفيفه بلا ما داب هذاك السمن في النجيمات، وغنقدموهم بالصحه والراحه. هذا هو الطبق النهائي ديال النجيمات. كنتمنى انكم تجربوه. فهذا طبق النجيمات مسفيوي 100%. كاين اللي كيديروا بمطيشه وكاين اللي كيديروا بلا مطيشه، كيديروا غير بالربيع والثومه والبصله. فانا كيعجبني بمطيشه بالصحه والراحه.